مرحبا بكم معنا في قناة AM ماروك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال مسلسل الاغتيالات والقتل مستمرا في بلاد الهوكيين في كوريا الشرقية، فرغم كل ما يعانيه الشعب الجزائري من تفقير، لا زال حبل التصفية الجسدية لأحرار الجزائر على الجرار. فبعد قتل الكثير من الأحرار على يد نظام لقيط فرنسا، وبعد الزج بالأحرار في السجون، ها هو زمان آخر يصفى جسديا، جريمته أنه يحلم بجزائر جديدة وبمجتمع مدني كسلطة خامسة تسائل حكام كوريا الشرقية. سلاحه هو الكلمة والقلم. فعلا النظام العسكري تغرق أياديه في دماء الأحرار الذين قتلوا، ومنهم جمال الدين الشاوي، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، محامي، كان رئيسا لبلدية السبت، وكان مشرفا على منظمة المجتمع المدني لجزائر جديدة كناشط مجتمعي. فقد اختفى يوم السبت 21 يناير 2023، وبعدها تم العثور على جثته يوم الثلاثاء 30 يناير 2023 مضروبا بطلق ناري على رأسه. وقد يتعرض الإنسان هناك في الدولة الهوكية للقتل لمجرد إبداء كلمة، فجمال الدين الشاوي هو شهيد الكلمة. وقد تعرض هذا المحامي الحر قد تعرض سنة 2020 لمحاولة اغتيال، وذلك عن طريق محاولة قلب سيارته أثناء السير وسرقة مبلغ مالي قدره 176 مليون سنتيم، ولم تحظى قضيته بالاهتمام رغم أن الفاعل معلوم الهوية، وهذا بتأكيد من الشهيد جمال الشاوي أو جمال الدين الشاوي. أكيد لن يتم تفعيل مثل هذا النوع من القضايا، لأن القاتل الحقيقي هو هذا النظام البائد، وهذا النظام البائد يؤجر بلطجية لتصفية أحرار الجزائر، وهذا أصبح واضحا بشكل أو واضح للعين المجردة. إذن ها هي شمعة أخرى من شموع الجزائر الحرة تنطفئ بأيادي الغدر العسكري. وهذا النظام العسكري تيقتل القتيل كيمشي في جنازته، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأين أنت أيها البرلمان الأوروبي؟ إن دم جمال الدين الشاوي ودماء الأحرار الذين قتلوا في الجزائر مطالبين بجزائر جديدة حرة أو تشكل جزءا من المغرب الكبير لخلق قوة نضاهي بها ونواجه بها الضغط الخارجي علينا. إن دم كل هؤلاء ودم جمال الدين الشاوي يلطخ أياديكم يا دول أوروبا الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.